بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير أو مساء الخير فين ما كنتم في الكون. من فترة كده كنت شفت مسلسل، الحقيقة أنا مش فاكرة اسمه، بس هو كان فيه نخبة يعني من الفنانين الأفاضل، منهم مثلا عزت العلايلي وعم صلاح عبد الله وبوسي وميرفت أمين. المهم كان باختصار عن أخين، واحد المفروض إن هو غني قوي، وواحد المفروض ان هو يعني على قده، وده مخلف شوية وده مخلف شوية. مسلسل بيحكي انه الغني قوي ده بناته وولاده اللي بعيد عنه واللي بتخون يعني عندهم مشاكل كتير وطالعين نماذج مش كويسة. والفقير او اللي على قده برضو ولاده حياتهم مش كويسة، ولدرجة ان عنده ابن ظروفه المادية سيئة جدا، ولما خلف كمان يعني احدى ولاده كان هيبيعه، يعني من الفقر انه كان هيبيع ابنه لبنت عمه اللي هي ما بتخلفش. المهم النقطة في المسلسل ده انه وصلتني للمبالغة. الغنى الشديد مش صح، والفقر الشديد مش صح. المشكلة مش في الغنى والفقر في حد ذاتهم، المشكلة في الأسلوب، في الإحساس بالموضوع. في ناس أغنياء جدا بس عارفين يفكروا صح، عارفين يربوا ولادهم صح، وفي ناس فقر جدا نفس القصة، عارفين يفكروا صح وعارفين يربوا ولادهم صح على الرضا وعلى المحاولات وعلى العمل وكل الكلام ده. برضو القصة هنا في المبالغة، المبالغة في كل شيء، المبالغة في العطاء. يعني معاك فلوس بس لازم تعرف ولادك انه في ده ممكن وده احيانا مش ممكن، لان الدنيا مش هتديك كل حاجة في كل حاجة كده ببساطة. ولا الفقر الشديد لازم المبالغة في البخل، يعني ما ينفعش تبقى بخيل بزيادة، ده برضو غير مقبول لأنه بيولد مشاعر سلبية كتير جدا. فالمبالغة في البخل، المبالغة في أسلوب الصرف، المبالغة في التسامح، المبالغة حتى في الحب بتكون مؤذية. فالمبالغة في كل حاجة، المبالغة في اللبس، في الأكل، المبالغة في كل حاجة في الدنيا غالبا بتكون مؤذية، أولا لصاحبها، تاني حاجة للناس اللي حواليك وإحساسهم تجاهك. فالاعتدال هو ده أساس المفروض كل تصرفاتنا، الاعتدال في كل حاجة. أنا ما بقولش ما نديش، لا ندي بس باعتدال. كل حاجة الوسطية هي دي اللي هتخلي حياتكم سكر. مع سكرة التنمية البشرية هالة سكر. ما تنسوش سبسكرايب ولايك ويا ريت شير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.